بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم راح ندير معاكم كروكون بدون بيض. واش نحتاج لهذه الوصفة؟ كاس سكر، كاس حليب دافي، كاس من الزيت، ونخلط رشة من الملح، مبشور برتقال وليمون، نكتفي بهم ما نديرش لافاني. هنا نخلط جميع المكونات. هنا نشوفوا نلمسوا بالصبع تاعنا نشوفوا السكر ذاب ولا لا. هنا السكر راهو ذاب معايا. نرجع الخليط في وعاء اخر كما راكم تشوفوا في الصورة. وهنا نبدا نضيف الفرينه كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش حسب الفرينه اللي عندكم. مهم العجينه تاع الكروكون لازم تكون طريه. هنا عندي 2 اكياس من خميره الحلويات بطبيعه الحال، بيكنج باودر. الوزن الكيس 10 غرام، المجموع 20 غرام. هنا كما راكم تشوفوا نبقى نزيد الفرينه ونلم بيدي حتى نتحصل على عجينه طريه. هنا نضيف الفرينة بالتدريج ونجمع حتى نلحق للقوام اللي نحتاجه. هنا شوفوا العجينة وزيها طرية. هنا نجيب البلاطو تاعي، راني دهنته بالقليل من الزيت، ونقسم العجينة تاعي على 2. وباش يجيكم الكروكون تاعكم مهوي من الداخل وطالع، ديروا الطريقة هذه ننصحكم بها. انا طريقتي المعتمدة في الكروكون باش يجيني مهوي الداخل وخفيف ونبرم كما راكم تشوفوا. والجهة هذيك اللي من تحت نرجعوها من تحت اللي مفتوحة. والمرة الجاية نديره لكم ان شاء الله رولي بالكاكاو. ما نساوش نصلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللحق لهذه المرحلة في الفيديو نتمنى منكم فضلا وليس أمرا الدعم والاشتراك. خليوا لي لايك وفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. شوفوا نستعين بالكوبات هكا باش تجينا الجوانب متساوية مع بعضها كما راكم تشوفوا. واللي حابة تضاعف المقادير تضاعف المقادير. وهنا الخليط بين حليب وكاكاو. هنا درت حوالي فنجان من الحليب ومغرف قهوة كاكاو. ننصحكم ما تستعملوش الكاكاو الفاتح. كاين الكاكاو الأسود وكاين البني وكاين الفاتح. استعملوا البني المليح باش يعطيكم وجه مليح ونظرة مليحة. لأنه الكاكاو الفاتح هذا كما جربته قبل عدة وصفات ما عطانيش نتيجة مليحة. وكما راكم تشوفون هنا ندير بالبنس ولا استعينوا بيدكم. وقليل حوالي ملعقة زيت باش ما ننساش. تخلطوه مع بعضهم وديروا الخليط هذا. شوف الكروكون هذا بدون بيض للناس اللي تتحسس من البيض. هذه وصفتكم المعتمدة إن شاء الله. وهنا نجيب فرشيطة أي شوكة ونعمل خطوط بالطريقة هذه. التزيين يبقى اختياري، أي طريقة تحبوا تزينوا بها زينوا بها. تحبوا تديروا الجلجلان
أو الفول السوداني الكاوكاو، تحبوا ترشوه درك من الفوق رشوا حطوه يطيب. أنا نكتفي بهذا القدر فقط، وهنا نحطوه يطيب من الأسفل ومن بعد من الفوق. وشوفوا هنا على درجة الحرارة 180 درجة. شوفوا هنا بعد ما طاب نقصوا له خلاه وخلوه يطيب براحته. وهنا التقطيع قطعوا عكس هذوك الشرائط. هنا التقطيع اختياري، الحجم اللي بغيتوه نتوما. هنا شوفوا، والخشن راكم تتحكموا فيه نتوما حسب واش بغيتوا. انا نشتيه الكروكون، نشتيه طايب بزاف، انا ما نشتيش الاصفر هذاك. وهنا كيما تحبوا ما ديروهش عفوا بالحليب والكاكاو من الفوق. بعد ما يطيب ادهنوه بالكونفيتير ورشوا عليه نواة كوكو. وهنا شوفوا النتيجة بعد ما كملنا الوصفة تاعنا. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها وتخليوا لي في التعليقات. ومبقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة في فيديو لاحق إن شاء الله. صلى عليك الله يا خير الورى، تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. صلى عليك الله في عليائه، ما صح داع للأذان وكبرا. صلى عليك الله يا خير الورى، تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام